هذا مذهب ما عرفته الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، ولم يكن في خاطر العرب، إنما يسألون سؤالا فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام فتنتهي المشكلة. هناك بعض الباحثين المترصدين لحركة التاريخ الإسلامي وحركة ظهور الفرق يرون أن هذا جاء ردا على الجرائم العنيفة، أو ليس ردا إنما هو تغذية من الأمويين بسبب جرائمهم العنيفة وأفعالهم القبيحة تجاه الناس. يعني كثير منكم لا يعلم ماذا فعل الأمويون، وهذا الذي يمدح الآن الأمويين يظن أنه يعني بهذه الطريقة يعني يحارب الشيعة. لا، هو يحارب الحق، لا يحارب الشيعة، والشيعة فرقة ضالة بلا شك، ونقمتهم على بني أمية لا تزيد يعني أو لا تنقص عن نقمة أهل السنة والجماعة عن الجرائم التي فعلها بنو أمية، ولكن الشيعة يتجاوزون هذا إلى الطعن في الصحابة إلى غيره. أما أفعال بني أمية يعني بدأوا حكمهم بقتل سيدنا الحسين، جريمة يندهى لها وجه الزمان، وسير بعد ذلك جيشه هذا الخبيث يزيد إلى المدينة المنورة، وعاث في أهلها من الصحابة والتابعين فسادا. إذا ما ذهبت إلى بقيع الغرقد ستجد زاوية كبيرة جدا اسمها شهداء الحرة. من شهداء الحرة؟ استباح مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حرم هذا، وقال من أراد أهلها بسوء انماع كما ينماع الملح في الماء. قتل أهل الحرة على يد جيش، يعني سلط عليهم مسرف ابن عقبة الذي سمته أمه مسلما ابن عقبة، ثم انتقل بجيشه إلى بيت الله الحرام ونصب المنجنيقات نصبها ليقصف بيت الله الحرام، لكن الله تعالى أهلك يزيد بن معاوية آنذاك فتفرق الجيش ولم يحصل ذلك الفساد. ثم استباحوا بعد ذلك بيت الله الحرام في أيام عبد الملك بن مروان، ويعني عاملهم فيه الحجاج بن يوسف الثقفي المختص بسفك دماء الصالحين والأولياء، يقتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصلب عبد الله بن الزبير، ويستبيح بيت الله الحرام، إضافة إلى فظائع كثيرة فعلها هؤلاء الناس. في عصرهم ظهر الفكر الجبري. بعض الناس يعني أنا قضية ربط القضايا كلها بالحاكم، وأن الحاكم عبارة عن مؤامرات يصوغها الحاكم، يعني هذا موجود لكن ليس بذلك الحجم الذي يقال الآن. فيقال إن ملوك بني أمية قد دعموا هذا الفكر. هل ثبت هذا؟ الله تعالى أعلم. مجرد ظهور هذا الفكر في ذلك العصر لا يعني أن لهم تورطا في هذا، الله تعالى أعلم به. لكن هذه الطريقة في التفكير لا يعرفها الصحابة. لماذا الصحابة يتعبون أنفسهم بالقيام والصيام والعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ أصلا لماذا أرسل الله الأنبياء ما دام القدرة الأزلية هي الحاكمة فقط، والإنسان لا وجود له وهو عبارة عن ريشة في مهب الريح؟ عكس هذا المذهب. وكما قلنا في عالم الفرق يشبه عالم الفيزياء، كل فعل له ردة فعل تساويه في القوة وتعاكسه في الاتجاه. فحينما تأتي الجبرية يأتي فريق مقابل وهم المعتزلة القدرية، ومذهب القدرية وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط مباشرة أو تولدا.